السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بيعرف يسير المباراة لصفر صفر، وننتظر لقاء العودة مع صن داونز في القاهرة طبعا، إن شاء الله للصعود للدور النهائي للمرة السادسة على التوالي بإذن الله، وإن شاء الله نحقق البطولة بإذن الله المرة الثالثة على التوالي برضو بإذن الله. وبإذن الله بإذن الله الأهلي إن شاء الله في النهاية. قراءة جيدة من مارسيل كولر للمباراة. بصراحة يعني أنا كنت قبل الماتش والماتشات اللي فاتت أنا شايف إن كولر بصراحة كان يعني اللي هو يعني بحس إن بتعنت في حتة إن هو يعني خلص مع يعني مع الإدارة مع اللعيبة في تعنت بصراحة النهارده. بصراحة قراءة جيدة للمباراة بالفكر اللي المفروض يعني كان يبقى يعني مثلا هو جرب مع سان داونز ان هو يهاجمها، فالفرقة دي مستحيل ان انت تهاجمها وتنجو منها يعني بصراحة. يعني الفرقة دي عايزة توازن دفاعي بطريقة زي ما الأهلي لعب كده 3-5-2 أو 5-3-2 أيا كانت الطريقة ال2-1. بيطلع بمباراة بصفر صفر بصراحة، وبيعرف يسير اللقاء. التغييرات، انا فاهم وجهة نظره في التغييرات ان اللعيبة بتأدي في الملعب وكويسة دفاعيا، وهي دي التيم اللي بيخدمه دفاعيا. هو خايف ينزل في حد يأثر معاه دفاعيا في المباراة، ولكن اتأخرت شوية. كان ممكن على الأقل من الدقيقة 80 مش 88 و90 والكلام ده. هجمة 2 ممكن كنت تخطف هدف يعني مثلا ان شاء الله. بس تمام الحمد لله تمام. الاهلي عمل مباراة جيدة وعمل لقاء جيد بصراحة يعني غير المتوقع طبعا من كل الاهلاوية والزملكاوية. بس احنا كلنا ثقة في اللعيبة دي. اللعيبة رجالة عملت ماتش هايل. اللعيبة كانت الحمد لله فايقة أغلبيتها يعني، واللي ما كانش فايق فيهم برضو عمل مباراة جيدة. بيفوقوا بعضهم قريبين من بعض. عرف بصراحة كولر ينفذ خطته في الملعب، وعرف يدرس طريقة لعب سان داونز، وقفل لهم كل مفاتيح لعبهم إلا ما رحم ربي في هجمة مثلا أو حاجة كانت خطرة. إنما الأهلي كان أخطر، الأهلي كان ضيع. الأهلي أحرز هدف و2، ولكن التسلل طبعا الصحيح. الأهلي المفروض يعني أنا جوه الستة ليا ضربة جزاء، أنا حد بيمنع وبننتظر ان شاء الله لقاء العودة باذن الله، علشان ان شاء الله يبقى نسبتنا في الصعود اعلى باذن الله. مباراة العودة مباراة صعبة. الفرقة دي بتعرف تلعب بره ملعبها اكتر من جوه ملعبها. فرقة بصراحة جامدة جدا بصراحة يعني. فريق صن داونز بيلعب كرة حلوة، كرة ممتعة. وانا كشخص بحترمهم في طريقتهم وفي طريقة لعبهم وفي طريقة تفكيرهم. هم فعليا برازيل افريقيا، ولكن عندهم بعض الخلل. نتمنى ان شاء الله في العودة باذن الله نعمل كل حاجة للصعود. لو انت لسه متابعني لغاية دلوقتي وبتسمع الفيديو حبيبي، لايك وفولو واشتراك في القناة بإذن الله، وفعل زر الجرس عشان يصلك كل ما هو جديد يا حبيب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.